اليوم إن شاء الله ناوية أسوي دياي مشوي. هني عندي أنا صدور دياي مقطعتهم مكعبات، وهني عندي أغراض التتبيلة: ثوم مهروس وبصل مفروم وشبنت وكزبرة وليمون وزيت السمسم وروب وشوية بيستو. هني أنا ضفت الشبنت مع الكزبرة، تقريبا مقدار الشبنت ربع كوب، مع الكزبرة هم ربع كوب. وهني أنا عندي التتبيلة هذه حق 4 صدور دياي مقطعة مكعبات. أوكي، وراح أضيف الحين البصل، وهذا الثوم المهروس 3 فصوص ثوم، وراح نضيف 2 ملعقة طعام ليمون، تقريبا 1 ملعقة طعام زيت السمسم، راح نضيف 2 ملعقة طعام روب، وطبعا ملح وفلفل أسود. وعن خاطر شوي حابة إني أضيف كاتشب، راح أضيف مثل 1 ملعقة طعام كبيرة كاتشب. وبس هذه مقادير التتبيلة. طبعا المقادير تأليفية أنا مألفتها من عندي، والله يستر من الطعام إن شاء الله تطلع حلوة. وهني بعد ما خلطت التتبيلة الريحة ما شاء الله حلوة، تبشر بالخير. الحين راح أضيف ملون طعام أخضر، اختياري ممكن ما تضيفونه. الحين نصب التتبيلة على الدياي ونخلطهم عدل، تقريبا راح أخليها 2 ساعة أو 1.5 ساعة. شوف اللون شلون يشوق. الحين مثل ما قلت لكم راح أخليه 1.5 ساعة، وراح أقدمه مع عيش أسمر مسلوق. مفكرة بعد والله إني أسوي سلطة الكينوا، بشوف الحين إذا عندي المقادير كاملة راح أسويها معاكم. هذا الطبق كذي خالص، قدمت معه عيش أسمر مسلوق. والحين أبي أسوي معاكم أسرع سريع سلطة الكينوا. مكوناتها السلطة: خس وبقدونس وجزر مبشور، وحطيت ذرة وزيتون، وراح أضيف الكينوا المسلوقة ونخلطهم مع بعض. أحس السلطة بعد راح تطلع لذيذة إذا ضفتوا معاها حلوم مشوي، قطعتوه صغار وضفتوه خلطتوه مع السلطة، راح تطلع هم وايد حلوة.